اقسم بالله ما هينفع تعادل، ما هينفع هزيمة. النهارده لازم الفوز. الزمالك دخل المباراة مش باين عليه اصلا اي حماس. ده بلال علام نفسه قال ان الزمالك داخل المباراة دي مش باين عليه ان هو عايز يفوز. النهارده بيراميدز متعادل 1-1، الاهلي فايز 2-0، وانبي دخل جون في اخر ثواني في الشوط الاول، وانا جالي اشعار ان الهدف اتلغى. ازاي؟ انا ما اعرفش، ما اعرفش، انا ما شفتش الهدف. انا ماليش دعوه بمباراه الاهلي، ماليش دعوه انا بمباراه بيراميدز، انا ماليش دعوه. انا ليا دعوه بمباراه الزمالك. الزمالك لازم يفوز النهارده. معتمد جمال واقف على الخط بيشد في شعره من اللعيبه. ما فيهاش بجد، ما فيهاش. انت النهارده معاك سموحه، والماتش اللي جاي معاك سيراميكا كليوباترا. الماتشين لازم تفوزهم. الماتشين ما ينفعش فيهم ولا خسارة ولا تعادل. يعني شوف وصلت لإيه. شوف يا زمالك انت وصلت نفسك لإيه. شوف يا زمالك انت وصلت جماهيرك معاك لإيه. مش هينفع حتى التعادل. التعادل ما يرضناش، التعادل يخسرك الدوري. مش هقول لك هزيمة، ده التعادل نفسه يضيع منك 3 نقاط، يضيع منك أهم مباريتين في آخر الدوري. اللعيبة يا جماعة مش لاقية بعضها في الشوط الأول. اللي هو ماسكين كورة، اللي هو بنباص لبعض، اللي هو ماسكين استحواذ، بس ما فيش هجمات بالفعل. اخوان الفينا بيزيرا مخليه على الدكة، خايف عليه علشان خاطر تراخد الانتظارات وتراخد الانذار. طب مخليه ما فيش هجمات. يا جماعة احنا اكتشفنا من غير الفينا بيزيرا نادي الزمالك مش عارف يهاجم. هو احنا مش قلنا ان ناصر ماهر هيقعد على الدكه والمهاجم هيبقى عدي الدباغ مكانه؟ برضو مكان اخوان الفينا بيزرع عدي الدباغ، والمهاجم هو ناصر منسي، وبرضو جات له كوره ما عرفش يتصرف فيها. وحسام عبد المجيد برضو جه وبرضو ماسك كوره كده وبيتزحلق. يا جماعه انتوا هتخلونا شد في شعر بجد. الله، احنا مش هينفع بجد نتعادل النهارده. صمويل امادي راح علينا بهجمه في اول الشوط الاول كفيله ان هي تضيع منك الماتش كله، وستر ربنا ان هي طلعت بره. يعني ده خلاص، ده كانت بص، ده حكت كمان في العارضه يعني. ما هينفعش بجد يا جماعه. لازم ندخل بروح الشوط الثاني، لازم ندخل بعزيمه وبجرينتا، لازم نبقى ايد واحده زي ما الجمهور نفسه في المدرجات ايد واحده. اللعيبه لازم تكون على ارض الملعب ايد واحده، قلب على قلب، روح على روح، دراع على دراع. ما ينفعش يا جماعه. اخر ماتشين في الدوري، اخر ماتشين يا زمالك اخدتهم، اخدت الدوري، فنشت الدوري. انت فزت الماتش ده. سيراميكا كليوباترا متعادله مع بيراميدز. الماتش لو خلص على كده انت خلاص على كده، خلاص على كده يعتبر الماتش اللي جاي. معرفش بقى، بس الاهلي انا خايف من الاهلي، ظروفه بقى عاد معرفش. ربنا يستر، ربنا يستر بجد في الشوط الثاني. ادعوا يا زملكاويه ان شاء الله، وبعون ربنا الماتش ده هنخلصه. اذا كان بنعمل كده مع سموحه اللي اقل بكتير من سيراميكا كليوباترا، سموحه اللي مدخل هدف ومتعادل مع بيراميدز، واللي هو تقدم الاول على بيراميدز. امال هنعمل ايه مع سيراميكا كليوباترا؟ هنعمل ايه مع سيراميكا كليوباترا اخر ماتش، الماتش اللي جاي؟ ده سموحه اقل من سيراميكا كليوباترا بكتير. يا نهار ابيض، ايه يا عم ده؟ انا قلت ان الزمالك هيخش الشوط الاول جريندا بقى وروح وهيخلص بقى بالكتير هدفين في الشوط الاول. خلص الشوط الاول 0-0. لا اله الا الله، ربنا يستر. انا قاعد بشد في شعري وقلقان وبقول ربنا يستر. سلام عليكم، ربنا يستر ان شاء الله.